صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. جمعة مباركة عليكم بإذن الله. عملت الكمية دي من القراقيش من نص كيلو دقيق. وصفة سهلة واقتصادية جدا. وصفة تستحق التجربة. بتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. هنعملها يا جماعة إن إحنا هنبتدي نختبر الخميرة بتاعتنا. عندنا كوباية إلا ربع من المية بتاعتنا مية دافية. هننزل عليها بمعلقتين كبار من السكر، سكر حبيبات عادي، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. والخطوة دي يا جماعة للمبتدئين اللي هم مش متأكدين من فكرة الخميرة بتاعتهم يعني جيدة ولا لأ. أنا بستخدم خميرة من دريم، وبجد بقالي فترة بستخدمها وهي ناجحة معايا جدا. إحنا بنختبر الخميرة بتاعتنا زي ما قُلنا كوباية إلا ربع من المَيّة الدافية، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، والمقدار ده للنُص كيلو دقيق. هنقلّبهم ونسيبهم بقى لحد ما تنشط كده وتتفاعل الخميرة بتاعتنا. هنجيب بقى البولة بتاعتنا، وهو احتفالًا على فكرة بالبولة بتاعتنا لإنها لسه جديدة يا جماعة. أنا لسه شارياها جديدة، دي أول مرّة هاشتغل فيها. وهننزل فيها بمقدار نُص كيلو من الدقيق. بعد ما نزلت بنص كيلو دقيق بتاعي في البولة، هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح. وهنخلط الدقيق بتاعنا مع الملح. مش هنسى افكركم يا جماعة اننا ضروري جدا ننخل الدقيق بتاعنا. دلوقتي بقى هنزل بكوباية الا ربع. انا عاملة ميكس كده ما بين السمنة والزيت. انا طبعا استخدمت زيت نباتي. عاملة ميكس كده ما بينهم. طبعا لو مش متاح عندنا ممكن نستخدم اما زيت بس او سمنة بس، مش هيفرق. وهنبتدي نخلط المواد الدهنية بتاعتنا مع الدقيق في البداية. عايزة اقول لكم هنبتدي بعد كده بقى اشيل الجلافز من ايدي ونبتدي نشتغل بايدينا، علشان احنا محتاجين نبس العجين بتاعنا. طبعا اذا كان عندنا عجانة هنحط كل المكونات بتاعتنا مفيش فيها اي مشكلة. هنبتدي زي ما قلنا نبس العجين بتاعنا. الخطوة دي مهمة جدا، اننا نتأكد ان كل الدقيق بتاعنا اتغلف بالمواد الدهنية بتاعتنا. وهنفضل نبس، هنعمل الخطوة دي لحد ما نوصل ان القوام يبقى عامل عارفين زي بالظبط الرمل المنادي كده. الموضوع سهل جدا يا جماعة وبسيط، يعني مش متعب. وبنفضل نبس في العجين بتاعنا لحد ما يوصل معانا للقوام ده. زي ما قلت لكم كده قوام الرمل المنادي. بصوا عامل معانا ازاي. بصوا. ودلوقتي بقى في المرحلة دي وبعد ما الخميرة بتاعتنا تفاعلت زي ما انتم شايفين كده هننزل بيها وهنبتدي نلم العجين بتاعنا. طبعا احنا نزلنا زي ما قلنا بكوباية الا ربع من المية الدافية، اللي هي دافية يعني بس ما تكونش سخنة يا جماعة. طبعا ممكن نحتاج مية شوية او ممكن كمان نحتاج دقيق، ده على حسب ما هنشوف العجينة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. الاول بنلمها زي ما انتم شايفين كده معايا، علشان بيبقى الموضوع بقى يا جماعة هنا تقديري. كمان كل دقيق زي ما قلنا بيختلف، يعني كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. الأول نلم العجينة بتاعتنا عشان نقدر نعرف بإحساسنا هي ممكن تكون محتاجة معانا ايه. الحقيقة يا جماعة هي مش محتاجة معانا يعني أي إضافات. طبعا في حال ان احنا نلاقي العجينة بتاعتنا ناشفة تبقى محتاجة لسه ممكن ننزل كمان بمية. بس طبعا واحنا نازلين بالمية يا جماعة بننزل بالمية تدريجيا يعني بالمعلقة، علشان ما نزودش زيادة عن اللزوم. وفي حال ان احنا نلاقي العجينة بتاعتنا محتاجة دقيق، يعني هنلاقي العجينة بتاعتنا سايلة فهي محتاجة للدقيق، بنزود الدقيق بنفس الطريقة كميات قليلة قوي علشان العجينة ما تبص مننا. بس زي ما انتوا شايفين معايا وانا شغالة فيها بجد هي مش محتاجة ولا مواد، يعني مش محتاجة دقيق ومش محتاجة كمان معانا سوائل. طبعا يا جماعة العجانة اكيد بتسهل علينا كتير، بس عايزة اقول لكم ما شاء الله عليها العجينة معانا يعني طيعة ولينة مفيش فيها مشكلة. وزي ما انتوا شايفين كده
احنا كده بنتأكد ان العجينة بتاعتنا ناجحة. زي ما انتوا شايفين هي لمت العجينة بتاعتنا، البولة بتاعتنا بقت نضيفة زي ما انتوا شايفين، بس احنا لسه مكملين. محتاجين قوام يكون قوام ناعم معانا. وكده بقت جاهزة معانا، اخدت معانا من 5 ل7 دقايق، وده القوام بتاعنا. بصوا معانا عجينة لينة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى غطيتها بستريتش راب، وكمان هغطيها بفوطة المطبخ. ودلوقتي بقى هنسيبها لحد ما تخمر معانا وحجمها يتضاعف. ودلوقتي بعد ما العجينة بتاعتنا خمرت وتضاعف حجمها، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت قطاعة البيتزا، ممكن لو عندنا قطاعة، مفيش قطاعة ممكن نستخدم سكينة عادي. هنبتدي نعملها الرول، نحاول نسوي بس اطرافها. موضوع سهل جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. نقدر نفردها بايدنا بالشكل ده كده، ونقدر كمان نستخدم المردنة بتاعتنا بالشكل ده كده. المتاح عندنا هنعمله. بعد كده بقى انا هبتدي اشتغل بالقطاعة. زي ما قلنا انا هشتغل بقطاعة البيتزا، وهنبتدي نقطعها، نحاول نقطعها بالتساوي. واهم حاجة واحنا شغالين ان احنا نساوي الاحرف بتاعتها، وبنقطعها بالشكل ده وبنحاول نسويها علشان يبقى شكلها يعني زي بعضها. وهنا بعد ما رصيت اول صينية، والصينية بتاعتي طبعا مش مدهونة اي مواد دهنية، هغطيها بقى بفوطة المطبخ واسيبها تخمر شوية، واروح اكمل بقية القرايش بتاعتي. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا من 20 ل25 دقيقة على الرف الأوسط في الفرن، ونشوفها بإذن الله لما تخرج معانا. تعالوا بقى نشوف القراقيش القمر بتاعتنا دي، نشوف التسوية بتاعتها عاملة ازاي. بجد ولا أحلى من كده. بتمنى من قلبي إنكم بالفعل تجربوها، طعمها حكاية. هستنى أعرف رأيكم في الفيديو. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي إنه يعجبكم. يا ريت إذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. دعمكم مهم جدا بالنسبة لي علشان أكمل. صباحكم سعادة لا تنتهي.